السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ هنا. الدنيا غالية جدا وكل حاجة غالية ويعني مش عارفين نعمل ايه بجد يعني. النهاردة أنا هعمل كيلو زبدة بلدي صافي مش مغشوشة، زي ما انتوا شايفين كده على الميزان. الكمية اللي أنا عملتها ادتني كيلو، وسيحتها في البرطمان زي ما انتوا شايفين كده. دي قشطة اللبن أنا بحوشها في علب في الفريزر، وباجي لما بلاقي الكمية مناسبة ان انا اعمل تديني يعني البرطمان ده كده بيشيل كيلو سمنة. فزي ما انتوا شايفين انا آه، حوشت القشطة او وش اللبن. ازاي بنطلع وش اللبن؟ احنا بنغلي اللبن، اللي هو طبعا اللبن اللي هو الطبيعي من عند اللبان. اهم حاجة يكون من مكان مضمون عشان يبقى كامل الدسم. بعد ما بيبرد اللبن، بعد ما نغليه ويبرد بندخله التلاجة ليلة كاملة من غير ما نحرك الوجه بتاعه القشطة دي خالص. وتاني يوم بشيل الوش بتاع اللبن، بيديني كمية القشطة اللي انتوا شايفينها، طبعا مرة مع مرة لحد ما كونت 4 علب زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى اعمل الزبدة البلدي بنفسي. اي كبة بتيجي فيها القطعة دي اللي هي البلاستيك. القطعة دي بتبقى بمثابة مضرب زي المضرب البيض اللي احنا بنستعمله اليدوي. انا النهاردة هعمل الزبدة في الكبة، وصدقوني النتيجة ناجحة 100%. اهم حاجة ان الزبدة تكون مش باردة، مش يعني مش مجمدة، سوري. وفي نفس الوقت ما تبقاش فقدت البرودة بتاعتها، يعني ما بين المجمدة وما بين اللي قربت تفك من التلج، علشان تديني النتيجة كويسة. انا هاخد علبة علبة هحطها في الكبة، ومع كل علبة هحط نص كوباية مية متلجة بالقطعة السلاح البلاستيك اللي انا وريتها لكم. وهنبتدي نشغل الكبة زي ما انتم شايفين كده. في الاول هتديكي شكل، هتحسي ان هي بقت زي الكريمه كده، ما تقلقيش، هي مع الخفق تاني هتفصل الزبده عن الميه اللي فيها. انا هبتدي ازود، لو حسيت ان الكبه ممكن تاخد كميه تاني هبتدي ازود وهضرب تاني. اهم حاجه القشطه تكون ساقعه، ما تكونش فقدت البروده بتاعتها، وفي نفس الوقت مش مجمده قوي، يعني نص نص. زي ما انتوا شايفين مع كل علبة انا حطيت نص كوباية مية متلجة علشان اخلي الزبدة تفصل. كده معايا الزبدة اتكونت. هوريها لكم بقى دلوقتي. هنصفيها من الكبة في الطبق. ده الشرش بتاع الزبدة. ومعايا الزبدة اتكونت بالشكل الجميل ده. طبعا احنا يعني عارفين ان الزبدة يعني الكيلو وصل لمبالغ كبيرة جدا، ومش كل الناس بتقدر تجيبها، فانت تقدري تعملي كيلو سمنة في البيت عندك بمنتهى السهولة وبمكونات بسيطة. او زي ما انتم شايفين انا بلم كده بالمعلقة الزبدة على جنب، والسايل ده الشرش، والمية اللي انا كنت بزودها المية المتلجة علشان تخلي السمنة تفصل، القشطة تفصل وتتكون زبدة. زي ما انتم شايفين انا هخلص طبعا الكمية كلها علبة علبة، انا بضربها مع نص كوباية المية. وزي ما انتم شايفين فصلت معايا الزبدة عن الشرش او المية بتاعتها. هخلص بقى الكمية كلها اهي، زبدة بلدي بلدي على اصولها مش مغشوشة، وانا مش قادرة اوصف لكم ريحتها في الاكل بتبقى عاملة ازاي لما بتستخدموها. هبتدي بقى انا دلوقتي هلم كده الزبدة بايدي، مش هينفع بمعلقة، هنلم بايدينا. بصوا يعني انا القطعة اللي انا شلتها من المعلقة كونت حتة زبدة في ايدي اهو. هلم بقى كده اهو، وهبتدي اخد شوية شوية في ما بين ايدي الاتنين، واصفيها من المية خالص زي ما انتوا شايفين، واعملها كور كده. انا كده بكون الزبدة.
زي اللي بنجيبها من عند الفلاحين. بس يعني عايزة اقول ان طبعا في ناس كتير بتغشها دلوقتي، لكن دي انتي هتبقي ضمناها وهتبقي عارفة ان هي زبدة او سمنة معاكي بيور 100%. ما فيهاش اي غش. هخلص بقى الكمية كده، اعملها كده كور، وبعد ما نخلص احنا هنوزنها. طبعا انا يعني بحاول اعمل زي ما بنشتريها، يعني تبقى كور كده او تبقى قالب زي ما انت حابة. مهم ان انت بتصفيها من المية او من الشرش بتاعها على قد ما تقدري بالشكل ده. اخلص بقى الكمية كلها كلها كده. انا فرحانه جدا بطبق الزبده اللي انا عملته ده، لان بصراحه انا ما توقعتش ان 4 علب قشطه عندي. بصراحه القشطه دي انا بتاعت الشتاء اللي فات انا كنت شايلها في الفريزر. جمعت اللبن اليومي اللي انا بجيبه. وزي ما قلت لكم كده بحطها في التلاجة، تاني يوم بتكون معايا طبقة قشطة جميلة جدا على وش اللبن. بشيلها في علبة و بحفظها في الفريزر اهم حاجة علشان ما تمررش. و بحوشها كده لحد ما تتكون كمية مناسبة وارجع اعملها زبدة. هصفي بقى الشرش ده بمصفى كده ضيقة، بحيث ان انا انزل قطع الزبدة اللي معرفتش المها بايدي من الشرش بتاع الزبدة. الشرش ده طبعا بصوا كده، يعني دولت حبة كده هيعملوا برضو كورة صغنونة كده. طبعا الشرش ده احنا مش هنرميه، الشرش ده جميل جدا، ممكن نعمل منه قرص طرية، ممكن نحطه في المش لو عندك مش، بيدي المش طعم تحفة. زي ما انتوا شايفين دي الزبدة بعد ما عملناها. تقدري ما تعمليهاش في الكبة، تقدري تعمليها بإيدك، تربيها بإيدك، بس هي بتاخد مجهود. تقدري تعمليها بالمضرب. اهم حاجة ان هي ما تكونش سايحة معاكي، عشان لو سايحة هتتحول لكريمة زي الكريم شانتيه كده، ومش هتفصل معاكي. ادتني الكمية اللي انتوا شايفينها دي. ويعني انا كمان اختبرتها واخدت منها قطعة زبدة وقليت فيها بيض، لان احسن حاجة تعرفي منها الزبدة هو قلية البيض. زي ما انتم شايفين هي على الميزان، طبعا عملت حساب الطبق، ادتني حوالي كيلو الا 50 جرام. وسيحتها بالطريقة الطبيعية جدا، ما اخدتش معايا على النار اكتر من ربع ساعة، لان هي طبعا مش مغشوشة، مش محطوط لها اي مواد تانية زي ما الناس في السوق بتغشها. طبيعي جدا، طعمها تحفة وريحتها تحفة جدا. بحط منها معلقة في كل أكلي، بعمل منها الرز. بقلي بيها البيض، بعمل بيها الحلويات، حاجات جميلة جدا. وإن شاء الله